تخيل انك تدخل ماتش 8 ساعات وتطلع منه متكسر ومتدغدغ، وبعدين حد يجي لك يقول لك يلا نلعب ماتش تاني. وهو ده بالظبط اللي حصل مع العراق بعد حرب ايران من سنه 1980 ل 88. الحرب دي كانت اطول من الحرب العالميه الاولى نفسها. العراق خرج من الحرب دي ازاي؟ ديون ب 80 مليار دولار، وبنيه تحتيه واقعه، واقتصاد مضروب، وجيش ضخم لكنه مرهق. وصدام كان شايف نفسه منتصر وعايز مقابل، شايف ان الخليج لازم يعوضه. العراق حمل البوابه الشرقيه للامه العربيه كلها، لكن الخليج كان شايف حاجه تانية خالص. هنا بقى لازم نمسك ورقه وقلم ونحسب. قبل غزو الكويت العراق كان عنده واحد من اكبر الجيوش العربيه في التاريخ الحديث، باجمالي 950 الف جندي، حوالي 500 الف على الجبهه، 450 الف في الاحتياط، و4000 ل 4500 دبابه سوفيتيه طراز تي 55 و62 و72، و2800 مدرعه، وكمان اكتر من 3000 مدفعيه، وحوالي 700 طياره حربيه، وقوه بحريه صغيره كده على قدها 5000 جندي بس. لكن رغم الضخامة ديت الجيش كان مرهق ومعداته استهلكت في حرب 8 سنين مع ايران، فالجيش كان ضخم على الورق ومش جاهز لحرب عالمية. وده اللي هنعرف قيمته بعدين لما الدنيا تولع.